المدارس القرآنية لأنهم لقاوا أولاد صغار ينشأون تنشئة إسلامية على القيم والمبادئ وعلى الصدق وعلى الخير وعلى الحق، وهو ينصح في والديهم ولا عندنا. أنا نحس نشوف حلينا المدرسة هاي واحدة دار القرآن لوطا إن شاء الله حلقين نحلوا الأخرى، ترى الأولياء الفرحة بتاعهم، وتشوف الأولياء كيف يجيبوا ولادهم قاش فرحانين، ولادهم عمره 3 و4 و5 سنين، هو يعلم في ابوه في الذكر، ويقول لابوه شبيك ما تقولش بسم الله كيش تاكل، شبيك ما تقولش بسم الله كيش داخل البيت الراحة، شبيك ما تقولش اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث ونخوش كذا وكذا، ويعلموا في ولادهم في والديهم في الذكر، ويعلم فيه في القرآن، يقول الله اسمع الآية سورة يحفظها وابوك مش حافظها. شوف ولد حقيقة صغير يوالف كبير. صدقوني في عطلة اللي عملنا عطلة بتاع أسبوع أسبوعين بتاعكم أسبوع، صدقوني قديش الأولياء يعرضوني في الطريق يقول لي بالله فلان علاش راهو ولادنا ما عادش ياكلوا ينقلوا في الدار من تعلقهم بمؤدباتهم بالمدرسة، فاش قاعد تعلم فيهم شيء يعمل كيف صغيرات راهم يدخلوا السلام عليكم يدخلوا كذا شيء يعمل كيف. حرب على المدارس الهندية توها من أعلى هرم السلطة، من رؤساء ووزراء ومن معارضة ومن أساتذة جامعيين ومن حقوقيين ومن قضاة ومن محامين ومن جاهلين، كلهم في الجهالة. لأنه كيف يخرج رئيس جمهورية ولا تخرج رئيس مجلس تأسيسي ولا يخرج عضو مجلس تأسيسي ولا يخرج واحد المعارضة يقول إقامة الشريعة الإسلامية على جثتي، هذا أجهل الجاهلين، هذا جاهل نمر واحد. يقول ما تطبقش الشريعة على جثتي، أتوا على جثتي تطبق الشريعة رغما عنك. ربي سبحانه سخرها إن الحكم إلا لله رغما عنك. شوف الرجال بتاع المواقف اللي يحبهم ربي سبحانه. اسمعوا الغلام هذا مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ثلة من الصبيان يلعبون، ولاد صغار يلعبون، فهرولوا كما سيدنا عمر خافوا منهم، وبقي صبي واحد مفرد في مكانه واقف وحبشهم. شوف ظهر الرجولية فيه، ظهر هذا على أصحابه هربوا وهو قاعد واقف. شكون ما تعرفوش شنو الشيخ الحبيب الصغير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هو صغير. فسأله عمر لما لم تعدوا مع أصحابك؟ علاش ما هربتش مع أصحابك؟ فقال شوف الحكمة من الصغار، يا أمير المؤمنين لم أقترف ذنبا فأخافك ما اقترفش ذنب حاجة مش نهر ما حد شيء، علاش نهر خايف منك، ولم تكن شو ثانية ضرب الكف حتى الأمير المؤمنين هو مش معناتها قلق عليه ما ربش، لا يمتحن فيه ويختبر فيه ويتوسم في الرجولة فيه. قالوا لم أقترف ذنبا فأخافك. ثانيا ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك، والطريق مش ضيقة مش واسعة عليك زي بتاعك. شوف نداخل، شوف رجولة، شوف مواقف الرجال الصغار هذوما. ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه، قام الشاب يتكلم باسم طلبات بتاع البلدة بتاعه، شاب قام صغير. فقال له ايش قال الخليفة الأموي؟ ليتقدم من هو أسد منك. قال يتقدم واحد أكبر منك. قال اسمع الخليفة شو قال له الشاب هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين لو كان التقدم بالسن، كان جاي يتقدم بما هو أكبر سن، لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. شو الكلام؟ شو الدرار؟ شو المواقف؟ شو الرجولة؟ لو كان قالوا التقدم بالسن راهو فما شكون هو أكبر منك في الأمة
سايب له الكرسي وخلتين. ما شاء الله، هذول هم الصغار الكبار. وفي دنيانا حتى اليوم عنا ما أكثرهم عنا من الكبار الصغار. من الرجولة ليس ببسط الجسم، رجولة مش بطول القامة، مش بقوة البنية، مش بطول اللحية، مش بطول الشارب، مش بحتى شيء من هذا. لأنه لو كان جاي بهذه يا رب مش قال في المنافقين، قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وهو منافقين، شو الفائدة؟ يعجبك بدنه ويعجبك طوله ويعجبك خشره وهو منافق. ومع هذا ايش قال فيهم؟ دنتهم قوية وطويلة وكذا وتعجبك أجسامهم. قال فيهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. ما أضعفش منهم. كأنهم خشب مسندة، خشبة مسندة طرف هواء طير تتزحزح عن مكانها. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة. كان عظيم سمين في الدنيا، يؤتى به فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الرجولة وخيالي مطلب أساسي توا في عهدنا وفي واقعنا توا وقت الثورة هذه. باش نبحث عن أصحاب الهمم، باش نبحث عن الرجال الجادون، أصحاب المواقف، أصحاب الأخلاق، أصحاب القيم. وهوش أشباه الرجال اللي كل ساعة عندهم رأي يميلون ميلا منحرفا كل ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل فقال ما تقولون في هذا؟ رجل كأنه ملك متعدي. فقالوا يا رسول الله هذا حري به إذا خطب أن ينكح، وإذا تكلم أن يسمع، وإذا غاب أن يسأل عنه. الرجل هذا عنده اعتبار، أو بيجي الناس كل تدور به، كيف يغيب الناس كل تسأل عليه، كيف يخطب لهذا يحب يعطيه منه. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل ضعيف مسكين قال من هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل حري به إن تكلم ألا يسمع ولا واحد يسمع، وإن خطب ألا ينكح ولا واحد يزوج بنته، وإذا غاب ألا يسأل عنه. فقال صلى الله عليه وسلم شورينا معيار الرجولة مش في الفلوس، مش في المادة، مش في الجاه، مش في قوة البدن، مش في التكبر، مش في العلياء، مش في هذا الرجولة، مش هذا الميزان اللي يميز بين الرجال. فقال لهذا الضعيف هذا اللي حتى واحد بيكلم وحتى واحد بيرسله لهذا خير من ملء الأرض هذا. خير من الأرض كامل العبد المتكبر هذا. فالرجال أخواني الرجولة كلمة طيبة وكلمة فيها مروءة وفيها شهامة نحبوها كلنا. مش يقول والله فلان خلى راجل ولا فلان ولده راجل، حبوها. الرجولة راهي ما يشتقب ما يشتسمع. الرجولة تحمل المسؤولية أولا في الذب عن التوحيد، أنك تقاوم الشرك وتقاوم الكفر وتقاوم الكفرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويوما اللي يجيوا لاخوانهم يقولوا هذوما يكفروهم وما يسمحوش. بدا يجي اخوك يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وتجي تقول هذا كافر وهذا ما يصلحش وهذا ما كذا. نسيت على الزاني ونسيت السارق ونسيت الفاسد ونسيت الظالم ونسيت الطاغية ونسيت المتكبر،
وجيت الخوف يصلي بحداك في الجامع قلت هذايا كافر. والله وأقسم بالله لأني أعلمها يقينا كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أنه اللي قال فيه كافر هو الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هكذا، قال إذا كان عند خوك بنعت وما طلعش فيه راه يرجع لك يا جدي، راه فيك انت، راه فيك انت تهنى. نخلي معناتها اللي حاربوا في الإسلام واللي حاربوا في كلمة لا إله إلا الله هذوما نتركهم وننساهم ونجيلوا خيالي تقول هذوما الكفار. وينك من الآية هذه اللي كنت نقرأ فيها؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، مش على يصلي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. شوف قداش وين الرجال؟ أين رجال المرحلة؟ وين هما الرجال اللي لازمهم يكونوا هكا بالمواصفات هذه يشدوا المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مؤمن كي عرصة مع خوه وكيساس يشد خوه، يغلط خوه سبحان الله، وكل واحد يغلط وكلنا غارقين في الخطأ، وربي خلقنا على الخطأ سبحان الله. قال كل بني آدم قال الإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا مخطئين، فلا تزكوا أنفسكم. يقول أنا أتقى من غيري وأنا أفضل من غيري وأنا أطهر من غيري، هذاك مسكين بعض. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. بل الرجولة وين خيالي؟ الرجولة قوة في الفعل، وقوة في محاسبة النفس. تكون راشد، تقول أنا غلط، أنا منحرف، لازم نراجع فكري ونراجع قناعاتي ونجدد إيماني ونقوي إيماني ونتعلم. مش العيب أنك تعترف بجهلك، العيب أنك تتوقع أن جهلك هو نهاية المطاف. العيب أنك تعتقد في نفسك متعلم وأنت جاهل. العيب أنك تتجاهل العلماء سبحان الله. طلعوا توا فينا متفيقهون، ناس ولو يكفروا في دكاترة في علوم الشريعة ومفتين في ديار الإسلام، عندهم آلاف المؤلفات والتصنيفات في الفقه والعقائد والمقاصد وما شاء الله. يجي يقول له فلان لو قال هكا يقول لك هذاك يضحك، أما يضحك عليه ولا يضحك على الأوروبيين، ولا يقول هذاك ما يقولش عليه، ولا هذاك كافر ولا هذاك كذا. أي رجال؟ وين هي الرجال؟ ربي قال فيهم الرجال اللي يحبهم، اللي يقفوا في الحق واللي يراجعوا أنفسهم، لا يستحي أن يقول أنا على خطأ، ولا يستحي أن يتغير، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يغيروا قناعاتهم. الرجال يحبهم ربي كما قلنا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الرجل الحق اخواني مالا مش اللي يقول أنا رجل وغيري راهم أقل مني. الرجل الحق يظهر في مواقفه، يظهر في وقوفه إلى جانب الحق، في تمييزه بين الحق والباطل. والله أرى أنفسنا في ضلال كبير إذا كان نجيو في حناجر بعضنا أمة لا إله إلا الله
أهل القبلة الواحدة، عباد الرب الواحد، أتباع الرسول الواحد، أصحاب الكتاب الواحد، أصحاب القبلة الواحدة، أصحاب القلوب الواحدة. المفروض أن نصبح في صدام مع بعضنا. والله هي الطامة الكبرى، وهذه هي الأمة بتاع قام الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم. باش يكونوا في، لأنه من علامات الساعة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربي باش يجعلش عقوبة الأمة هذه بسنة عامة ولا بعدو يترصدهم. هكا ربي يعد النبي صلى الله عليه وسلم قال راي أمتك مش نعاقبها لا بسنة عامة، لا بقحط لا بجفاف لا بإعصار لا بزلزال لا بشيء، ولا مش نعاقبها أنا مش في حاجة عند ربي، ولا مش نعاقبها زاد بعدو يسلط عليها. باش يعاقبها ربي الأمة وبين العقاب بتاع ربي سبحانه وتعالى أن أجعل بأسهم بينهم، ياكلوا بعضهم من داخل. هذا ربي يعد لنا. ربي أطعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الأول قالوا باش يكون هذه الأمة هذه بتاعك باش تاكل بعضها من داخل، باش بعض هيكفر بعض، وبعض هيحارب بعض، وبعض هيناصر الأعداء على إخوانه. هذا وصلنا. احنا نحمد ربي أن نجي في رغم إذا كان إذا كنت تعرف حاجة قال ربي سبحانه وهو أصدق القائلين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مش قلت النبي صلى الله عليه وسلم خط صراط مستقيم، خط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وخط السبل سواقع عجنان فتفرق بكم عن سبيله. هذيك السبل ودبروا منها، كونوا خط واحد، كونوا كراجل واحد. إذا كنت تعرفوا خيالي أن الطريق مش نقولوش احنا مع الصحيح، احنا أهل السنة والجماعة اللي بحاول لا احنا صحاح إن شاء الله بحاول لا، لأنه طريقنا واضح وطريقنا مستقيم وطريقنا واحد مع نهج العلماء، نهج الإخوة في كل مكان، لنا في أقصى اليمين ولنا في أقصى اليسار. شد الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرجل الحق اخواني ماذا يصدق في عهده، يناصر الحق، يناصر اخاه. انصر اخاك ظالما او مظلوما. مش فاهمين الحديث برشا هذا يا رب. قالوا هذا مظلوم يا رسول الله، فكيف بالظالم؟ كيفاش تنصر خويا ظالم؟ كيفاش تنصر ظالم اخوك؟ ان تظهر له ظلمه، ان تنصحه، ان توقظه من غفلته، ان تصحح مساره. غلط والمراد مش هذا الطريق. انت نصرت وهو ظالم نفسه. وعلى هذا كيف ننقذ عنه زادها. يجي واحد ينقذني وانا ننقذه، ينزل نعرفوا ان النقد مطلوب. احب الناس الي من اهدافي وعيوبي، وباش يحبني خويا المؤمن صاحبي لك بارك الله فيك. يعني مش يجي يكفرني ويفسقني ويحاربني ويقول لي انت ماكش صالح. علاش قلنا توا هذه الاحزاب السياسيه كلها اللي عندها طابع اسلامي وما كثر ولا توا، وكل واحد قلت لهم اليوم بعض يجيبوا لي استدعاءات يجيبوا لي كذا منهم، قلت انا لا الزم بكم الكل مدامكم متخالفين، لان ربي سبحانه قال ورانا قال لنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. اللي يتفرقوا ويختلفوا بعد ما تتوضح الطريق. أني الفئة اللي يمشي معاها، الفئة اللي تقول هو خيالي المسلمين ويجوا معايا،
على ما اختلفنا عليه جمعنا، اللي يجمع مش يفرق، هذا الأصل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ايش قال فيهم ربي يتفرقوا واختلفوا؟ ليه خلصنا؟ احنا كنا توهمنا ساعات مختلفين. تظن مش وعدنا ربي مش ما فيكوش هذا واحد. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كل واحد فينا يقول في أنا نزل الآية دي اللي أسيء الذنب بإخواني، كل واحد يقول في أنا باش يجمع وما يفرقش، يصل وما يقطعش، يقرب وما يبعدش. كل اخواني نحبهم على ما فيها من اختلافات في الرؤى، يزيد نحبهم بالكل ونقرب لهم بالكل، نتناصح معاهم بالكل، ونعرفنا نوحدهم كلهم انتم كلكم اهل القبله واهل لا اله الا الله وعدوكم واحد. وذكرهم برحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الرجولة الصدق في العهد والوفاء بالوعد والثبات على الطريق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. شو العهد؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ربي يحبك كيف تعاهد تلتزم، كيف توعد تنفذ، كيف تنذر تعمل نذر تفي بنذرك. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه خلق المؤمن، هذه خلق الرجال، هذا مفهوم الرجولة اللي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، اسمه الحافة هذه، فجاءت عير نوق فيها تجارة، فخرج الصحابة خرجوا الكل اللي نزلت فيهم آية رسول الجمعة تعرفوها. خرج الأصحاب ولم يبقى إلا 12 بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكلهم خرجوا للتجارة. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو تتابعتم فلم يبقى منكم أحد. وكان كملتوا خرجتوا وانتم مش معاف. وكان كلمة هدية الأخاش وخرجتوا قالوا لسال بكم الوادي نارا. لكن الوادي تراوا فيه مطر إلى ما يولي بالعقوبة تاع ربي ويلكم نار. وتراوا اللي خرجتوا لها التجارة هي باش لها لتبدلت النعمة نقمة. فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. الرجولة يا إخواني بهالمقياس نبحث عليه تقوى. نحبوا رجال هكذا في مقامنا، نحبوا مش نشئوا أبنائنا على الرجولة هذه، أنك تكون صادق، أنك تكون صاحب موقف، أنك تكون ناصر أخوك المؤمن، أنك تكون مع الحق حيثما كان ومهما كانت نتيجة الحق. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا رغم يترسلوا فيك رد بالك، الحاكم يترسل بيك خاف الحاكم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثابتين على الحق، ثابتين على الصدق. شو الجزاء بتاعهم؟ الثبات. يصيبهم حاجات مش كاتبة لهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ربحوا أنهم اتبعوا طريق ربي وربي رد عليهم الخلق
من اشترى رضا الله بسخط الناس، ما يهموش في الناس، يغرق ولا ما يغرقوش، هو شاري رضوان الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. حتى الناس يقول والله نحترمه لرجل ولو انه ضد. شوف سبحان ربي. ومن اشترى سخط الله برضا المخلوق، مش يرضي سيده، سخط الله عنه الله وأسخط عنه المخلوق. حتى المخلوق ما يرضاش، يقول هو رب، نعرفه ينافق فيه، هذا نعرفه منافق، يقول يرضي فيه ويقول كذا، هو ربي سخط عليه حتى المخلوق. فلا يقدح في الرجولة أن تحسن إلى أهلك زادها، وتقولش هذه مش تولي تابع للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نسائه خذ القدوة منه، يلاطفهن ويمازحهن ويجالسهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله يلاطفه ويلاطفهم ويعايشهم في كل شيء، فإذا حالت الصلاة أصبح كأنه لا يعرفه ولا يعرف له، ساعتها قام إلى الصلاة. بل كان يحسن أهله ويحبك كرجل تعاون أهلك وتقف مع زوجتك وتحسن زوجتك، لا يقدح في الرجولة لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق سيدة عائشة، مش معناتها أنه تابع لزوجته. ثم أوقات للجد، ثم أوقات للترفيه، ثم أوقات لكذا. فاللبيب من يفهم هذه الإشارات النبوية. ليس من الرجولة إخواني شباب اليوم راه قدامنا، ليس من الرجولة أن يكون الشاب كالإمعة متردد، نهار يصلي نهار ما يصليش، نهار تلقاه لابس نهار ما تلبسش، ستر، متردين غير ثابتين كالإمعة، يتبع الناس. إذا كان قادوه أصحابه رجال مع رجال، وإذا كان خرج جماعة أخرى قادوه للخمر مش معاها، هذا إمع متردد مش ثابت، ما عندوش موقف، ما هوش راجل. ما عندنا قدوة تنقص الرجولة، ما عندوش موقف. ليس من الرجولة أن يكون الشاب هدفه في شهوة، هدفه في معصية، هدفه في خلوة، يبحث دائما عن الشهوات والملذات. هذه من الشهامة، هذه من الرجولة. أين هو من شاب نشأ على طاعة الله؟ أين هو من شاب نشأ على العبادة قلبه معلق في المساجد؟ أين هو من الرجل؟ شوف الرجل يحب 7 في الحديث هذا، 7 من الرجال يظله الله بظل عرشه. بداها بشاب ومشاب. الرجل إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. شوف الرجال يحبوا ربي، رجل قلبه معلق في المساجد، الذي ما يخرج ديما قلبه في الجامع. ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، حب واحد اخر في سبيل الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رغم الإغراء. ورجل تصدق أخفى، شو رجال تصدق خفية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خيالي يقول لي يحب نرسل لك الأرض هذيك كريدها ولا اعملها وخلص لك اياها واحده. تم شكون هكا يعمل في الرجل سنوات وهو يخلص في الكلام. تعرف لو ما تعرفوش شكون، الحمد لله تعرفني انا وهو ما تعرفوش سنوات.
تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، طوبى له وحسن مآب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله وحيدا في بيته في كذا القرآن يذكر ربي من خشية الله أو من حب الله أو من طمع فيما عند الله، ذرفت عيناه، ربي ظل في ظل عرشه. أفضل قطرتين تخرجان من الإنسان دمعة من خشية الله وقطرة دم في سبيل الله جهاد، أفضل قطرتين. لا نريد إخواني الرجولة في المهازيل، رجولة بعض شبابنا بتاع اليوم، الرجولة في التدخين والرجولة في الصحبة. شوية هو راجل شد بنت الناس يمشي ويجي على قريع الطريق، شوية هو راجل يدخن، شوية هو راجل يعمل في الكحول والمخدرات. هذه رجولة الشهوات والسفهاء والمهازيل التعبيد. الرجولة يا إخواني هي خلق كبير يتربى عليه الإنسان، يتربى عليه تربي ولدك على الرجولة من الصغير، وتحملوا المسؤولية وتعلموا آداب الحوار وآداب التعامل مع الكبار ومع الصغار، وتعلموا باش يبعد على كل هالأشباه الرجال من السفهاء، من الكذابين، من النمامين، من الأشرار. هكذا تعلم تربيه، توريه الخالد تقول ابعد عليه، وتوريه البيت تقول خذ منه هذا، لأنه شر ما يصاب به الطفل الخروج عن فطرة الله التي فطر الناس عليها، الخروج عن منهج الله. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون لعن لشبابنا؟ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ما عادش تعرف إكراه من تاني، تعرف لطفل للطفل شعره كيف هو ولبسه كيف هي والسروال مكبوس والمقطع والهابط بلوطه والسبالي محلول والبلوطه ما في حد شيء بالرجوله، أشباه الرجال. ذلك من وسائل التربية العقيمة اللي نربي فيها احنا. التربية السيئة جعلت أبناء المسلمين لا يعرفون تكاليف الرجولة، وحتى كي يعرفوها ما يقوموش بها التكاليف، ودوما يناديوا بالزواج المثلي في تمثيلنا، ودوما ولو يدافعوا على المخنثين يعملوا برنامج في التلفزة ويجيبوهم من المخنثين، وراجل حاط ملصق وجهه بالاحمر وبالاخضر وكذا، يوريهم لنا في التلفزة الملاعنة ويمشيوا المدرسة القرآنية تقرأ القرآن يقولوا هذا إرهاب. هذا هم شو هم بنو صهيون، هم أعداء الإسلام. يقلبوا المفاهيم بصفة مخلوطة، تصبح الرذيلة فضيلة عندهم والفضيلة رذيلة. سيأتي زمان على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أمتي، سيأتي زمان على أمتي يصدق فيه الكاذب ولا يصدقوه ويحطوه في الأعلام في التلفزيون ولا يقدموا فيه الناس، ويكذب فيه الصادق أو حامل حملة على الأئمة وعلى طريق القرآن، هذول توا أصحاب الإرهاب. يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب، يؤتمن فيه الخائن خونة، تلقاه يصلي معك ويقول لك أنا مش أنتخب في منطقة اللي بيصليوش هاي ويبقى أنتخب. يأتمن فيه
فيه شكون؟ الخائن، يعرف اللي هو خائن ويأتمن. يؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. الأمين من هارون خطور العصر، الأعصار في العجلة نبدأ نصبوا فيه ونقفوا فيه ونبعثوا له في الجواسيس ويخرجوا له في اللي ما يتقالش يتقال، واللي ما كانش يقول يتمع، والسارق الحقيقي نغطيه. وينطق فيه الرويبضة. الزمان هذا يخون الصادق ويصدق الخائن، وينطق فيه الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال اسمه كأنه سيدنا عايش معنا صلى الله عليه وسلم، والله كأنه معنا يا رفيقنا. قال الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه السفيه يتكلم في شأن العامة ويسمعوه العامة، كما كنا نحكي وقت الرجل حري به إذا تكلم أن يسمع. كيف يتكلم فلان يسمعوه، وكي يجي خوك من صلاة كما صلى وجاي كلام فيه تقول ايش بعد الكلام هذا؟ انت من اهل القبلة، انت من اهل القبلة. يثبت تشك في نفسك، يثبت تراجع نفسك، يثبت تحاسب نفسك، يثبت وقف التأمل. إن ظهور البيوع إخواني فينا وظهور سوء الظن ببعضنا، وأن المسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عليه بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض المجتمع المسلم، ولا خاوي يجي يتكى على أخوك يهبط قبل ما تهبط أنت، لأنه ما عندوش مسند ليك، لأنه يخذل فيك، لأنه يعارض فيك ومش حابك أنت باش تكون في طريق القيادة، مش حاب يتربي يتحرك، مش حاب ولداتنا فردوا وتعلموا شي لازم يعلمهم باش ينجيهم ويحق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. إخواني شوفوا الموقف هنا ربي بتاع الرجل اللي لقيته هو المحاضرة، الرجل الجريء، الرجل عنده موقف وهو جريء. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. رجل مؤمن من آل فرعون طاغية وخب إيمانه. أتقتلون رجلا على سيدنا موسى أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. شوفوا الرجل العبرة بتاعه، شوف جاء في وقت لا يكاد ينطق رجل بالحق وهو يتكلم بالحق قدام طاغية، قدام مدة عند الربوبية والألوهية، ومعاه حاشية إن فرعون وهامان وجنودهما قدامهم قال الكلام هذا. ويذكرهم بالموقف هذا ويقف. والمواقف صعد حتى من نساء خير بالرجال. تعرفوها قصة ماشطة بنت فرعون، تبشطلها في شعرها بنت فرعون في قصر الملك فرعون الطاغية باقي نفس المواقف. خلاف زوج فرعون. الماشطة تبشطلها تحت المدرات، تحت الخلاص والواحد طاح. فقالت بسم الله حسبته مش تعرف تبشطلها. بنت فرعون قالت لها تقصدين أبي؟ قلت بسم الله هو فرعون هو الله بتاعه. قالت لها بل رب أبيك ورب الناس أجمعين. شو قوة البشرة، شو قوة الإيمان، شو الرجولة من النساء.
الرجولة من النساء. ثم نساء خير من آلاف رجال عندها مواقف. بل الرجولة بالموقف ما هوش بالانتساب للذكورة. قالت هدية، قالت لها بل رب أبيك ورب الناس أجمعين. شو التحدي الآخر؟ قالت لها أو أقول لأبي أو أخبر أبي؟ قالت لها إن شئت أخبري. شو قوة الإيمان، شو قوة التحدي. وين هو إيماننا هذا؟ يمكن أمورنا تعب. لو يجي واحد تو يقول فاش كلم شو يتكلم كنا ننطلق وحنا نخاف. وين هو الإيمان هذا؟ غاب. فأخبرته فامتحنها فرعون. جاء غاضب مسرع يدافع عن ربوبيته. قال أو تتخذين إلها غيري؟ قالت بلى. قال بلى. حملوا لها قدر كبير بماء تغلي، كيف بسين تغلي ماء، حوض يغلي. قال هات ولدها خلنا نجحها في ولدها الصعب. وبعدها جاءت الطريق متاعها ابدا يرمي في ولادها واحد يحماه فوق القدر ويموتوا على الفور، يرميهم في نار تشعل حتى انتهى الى ولد صغير لها رضيع. هذا من 4 يتكلموا في المهد. اسمه مش يتكلم بالرضيع. وخي يصل ولدها رضيع ما بلغ غلام المخرين وهي محتسبه. يشد الرضيع بشريط كأنها تقاعصت. احنا نتعب تصغير كده مش تراشع. هي وغير جد مش تراشع كأنها. قال لها الصغير كلم. قال يا أماه تقحمي اقتحمي معي ادخل فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا في لحظة يمشي على روحه. عذاب الآخرة أشد وأبقى. مش تتبعوا الطاغية هذا. تكلم في المهد. شفت الامتحان. ما تقولوش هذه خرارف وقرآن جميل وربي سبحانه ورهوكم في كنتم عايشين وتسمعوا وتراوا في مشاهد في سوريا وتراوا نماذج من هؤلاء. كان ربي أعطانا نماذج قليلة نادرة تعد على الأصابع في القرآن الكريم. احنا نراه في عشرات الآلاف من أمثال هؤلاء. يوميا يتقيدوا الكراسي ويكتفوا ويقولوا قولوا هكا ويقولوا لا إله إلا الله ويقتلوهم. تبع الرجال. شفتوا الرجال؟ شفتوا عليكم بالشام قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. شفتوا الشام خرج 10,000 توا يوميا ولا تراجع. يوميا اعدامات بالجمله. كلش يرجعش. ثم شكون دفنوهم تحت التراب حفروهم خنادق وجاو بالتراكسوات يدسوا في الرمل عليهم وسطهم لهنا. قول كذا كلمه مع شرك يقولوا لا اله الا الله ويكملوا يهبطوا عليهم الرمل ويدفنوا هكذا. صوروش يهبطوا على شيء كل ساعه. نجيب لكم نماذج من القرآن. هاي نماذج من في الرجولة الحق. هذيك الرجولة اللي يحبها ربي سبحانه. هذو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه رجولة في الشعب، في إخواننا في سوريا، في إخواننا في فلسطين، في غزة. وشرط أن يوصل الإسلاميين للحكم في البلاد الإسلامية إلا وتجي الطامة والعامة عليهم من كل صوب واحد. من كل صوب واحد لإزاحتهم. من يبدأوا في غزة. شوف تلقى رئيس الوزراء بتاعهم حافظ 60 يصلي بهم التراويح. سبحان الله. شكون شاب بيه؟ السعودية ما ترضاش بيه. السعودية لأنه ملوكها معهوش على 4 آيات وجبابرة. ما ترضاش بيه السعودية، مش ترضى بيه أمريكا وإسرائيل وغيرها. رئيس الوزراء فلسطين حزب.
الشيء الرئيس المصري، نفس الشيء خيالنا هنا عنا رئيس الوزراء بتاعنا من كتاب الله ويقوموا ويحتقلهم يمشيوا شو معناتها بقى رئيس الوزراء صباح الصبح يجري مش هناك قدام الجامعه قال شوف التفاهات شو الملاعب لانه كان قهوه طايح دبوس ويقولوا هذاك هو رئيس الوزراء هزوه بيسالش شو الكفر في نصل. بسم الله. اخواني إن بين المسلمين وإحنا كمؤمنين وبين الله بيعة. ربي بايعنا بيعة مش بايعوا خيانة بركة لصدقوا ما عاهدوا الله عليه هذول ما عاهدوا صدقوا. ربي بايعنا الكل وعاهدنا الكل على شيء. شو هي البيعة؟ هاي جت في الآية الكريمة اسمها الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ربي حب يشري من عندكم أنفسكم باش تجاهدوا بها وأموالكم باش تنفقوها فيما يحب ربي بأن لهم الجنة. شوف شو البيعة؟ شو هي البيعة فيها؟ تدفع نفسك في سبيل الله وإلا مالك في سبيل الله المقابل العقد اللي بينك وبين ربي. هذا العقد ربي يشتريها من عندك المال والنفس وانت بتشتاقوا المقابل هو الجنة. المشتري هو الله اشتريها من عندك ربي اشتراها إن الله اشترى. والبائع هو أنت يا مؤمن. والأموال هي الثمن والأموال هي مصدر الاتفاق المعقود عليه. العقد فيه المتعاقدان البائع والشاري والمعقود عليه المال والجنة هي الثمن. شفتوا المعادلة؟ شفتوا العقد اللي عمله ربي معنا سبحانه؟ اشتراه منا. ادخلوا اشتروا هذا زاد كما حكيت لكم عن نماذج من سوريا ونماذج من تونس ونماذج من ليبيا. اشتراء التعاقد اللي بيننا وبين ربي راه موجود بكثره. راني انا يلزمني نقول بالشيء اللي هو مخبي مش قاعد نعمل فيه انا يعني فيه خياني ربي يبارك لهم ان شاء الله ومش ظاهرين. اخرها والله البارح في نشوه نعيش العشيه متعه كبيره لاني جاتني وضعيه قبل خطبه الجمعه امراه تبكي زوجها في سجن لقاء صكوك بدون رصيد عنده 3 أسابيع ومتزوجه حديثا وما لقاش باش تدفع وباع ذهبها وما خلطش ناقصين 800 دينار. وانا نحكي في الخطبه ونحكي على الاستسقاء واللي هو المطلوب ان نغير الصعب بداخلنا ونستقيم ونبذل في سبيل الله باش ربي يغير لنا حالنا قبل ما نمشيو نتبسل وندعيو ونقول يا ربي سقينا. نغير الصعب لان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا بانفسهم. قلت برا قلت راي هكا المراه محتاجه ولا صدقوني ما خرجت خطوات قليله 3 ولا 4 خطوات قدام الباب يجيني راجل اول يقول لي هي سي فلان علي انا. قلت ربي يبارك لك ان شاء الله يجيني الثاني بعد لحظات زادت بمشي الاخر قال لي راهي مسألة عندي انا. قلت ربي يبارك لك سبقك بها فلان ما سميتوش صدقك بها اخوك اما صح عليك انت خذيت الاجر هو خذ الاجر بالفعل والنيه وانت فاجره سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيت الاجر. ما شاء الله. ركبت مع اهلي في السياره قالت لي راهي ثم سيده قالت لك انا علي انا المساله هذه. قلت لها ربي ان شاء الله يبارك لي اهل الخير. خرجت في نشوه في متعه ما تصورش. منذ حين كلمني الاخت تقول لي راني دفعت الاموال وابقى لي نهار 3 باش يخرج زوجها. شوف المتعه وهي تبكي. شوفوا خيانه. شوف الرجوله الحق رجوله المواقف رجوله الافعال مش رجوله التسميات ولا القاب اني راجل. ساعات
الأطفال هم رجال، ساعات نساء هم رجال، وساعات الرجل ب1000 رجل مش برجل واحد. اسمعوا الحادثة هذه في دار من دور المدينة المباركة. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى جماعة من أصحابه، عند سيدنا عمر مجموعة من الصحابة، فقال لهم تمنوا، ترى كل واحد يتمنى أمنية. فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا، عندي دار ذهب أنفقه في سبيل الله، باش يبيع ربي سبحانه، باش يشري الجنة، لأن الجنة ليست سهلة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الذي يقول قال نحب أن نذهب ننفقها في سبيل الله. قال عمر، ثم قال عمر تمنوا. فقال رجل آخر أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به. مرة أخرى ثم قال تمنوا، فقال قالوا ما ندري ما نقول، يقول قلنا المدينة دار العلم يذهب ننفقها في سبيل الله. فقال عمر، شوف أمنية سيدنا عمر، فقال عمر رضي الله عنه ولكني ما نتمناش الأمنية بتاعه، يعرف ما هوش المال هو اللي يبني الحضارة، ما هوش المال اللي يبني الأمة. وعلى هناك أخواننا عندنا في الخليج أموال كثيرة، ومع هذا ما بناوش وما بناوش حضارة، وهم تبع لغيرهم وعبيد لغيرهم بكثرة الأموال، وأموالهم في أمريكا تستغلها إسرائيل بسبب الخيانة الفلسطينية. المال ما يصنعش الرجال، والمال ما يصنعش الحضارة إلا إذا كان ثم رجال. شوش قال سيدنا عمر؟ قال ولكني أتمنى ما أتمناش المال، رجالا مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبو حذيفة، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. نحب رجال هذوما باش نستعين بهم على إعلاء كلمة لا إله إلا الله، لأنه الكثرة بتاع الرجال مش فيها فايدة، قلة أفضل من كثرة. الأمم تحتاج لها الرجال هذوما أصحاب المواقف والقدرات العالية والهمم. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ إنما الناس كإبل 100، الناس شبههم ب100 ناقة. النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد فيها راحلة.